السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عنه الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو كويس جدا. الفيديو ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا جميعا ويرزقنا جميعا عاجل غير آجل يا رب العالمين. ازاي تزود، لو تحب تزود رزقك، ازاي تحب تزود رزقك؟ تحب تزود رزقك يا جماعة؟ الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى. نحب نزود الرزق بإيه؟ أول حاجة لتتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخد خماصا وتروح بطانا. يعني سبحان الله، شوف الطيرة دي الطيرة دي رزقها على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. لو رزقها على حد، شوف النملة لما سيدنا سليمان عليه السلام قعد مسك النملة وقال لها انت بتاكلي قد ايه في السنة؟ قالت له باكل حبيتين. فجه حبسها وحط لها الحبيتين وقفل عليها. جه لف العام وجه فتح عليها ملقاش واكله الا حبه واحده. قال لها ليه انت قلتي انا باكل حبيتين وما كلتيش الا حبايه واحده؟ قالت له الاول كان رزقي على الله، لكن دلوقتي رزقي عليك، على غير الله. يعني رزقي عليك، يعني انت حابسني وحاطط لي حبتين، فانا خفت تنساني العام ده وتفتح عليا العام التاني، فانا قلت خلي حبايه، هاكل حبايه في العام ده وحبايه في العام التاني. فانا رزقي الاول كان رزقي على الله، فكنت باكل الحبيتين وسارحه بقى في الارض بقى بمزاجها، لكن دلوقتي هو حبسها. فسبحان الله فعلا. لتتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخد خماصا وتروح بطانا. الطيرة دي سبحان الله رزقها مش على حد، لا عندها شغل ولا عندها فلوس في البنك ولا عندها مرتب ولا عندها اي حاجة خالص، الا رزقها على الله سبحانه وتعالى. فاحنا ازاي نزود رزقنا؟ نتوكل على زي الطير كده، نخلي يقينا بالله سبحانه وتعالى. الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وكل حاجة والله يا جماعة عند الانسان رزق من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش عبده، والله ربنا سبحانه وتعالى لا بيغفل ولا بينام. فنوسع ارزاقنا بايه؟ نوسع ارزاقنا يا جماعة ان احنا سبحان الله لو صلة رحم. لو عندك رحم اصل صلة الرحم. صلة الرحم على فكرة بتكتر الارزاق، بتنور البصر، سبحان الله بتنور الوجه، بتكتر الرزق. من وصل رحم وصله الله، ومن قطع رحم قطعه الله. نصل رحمنا والله والله بسبب صلة الرحم. ربنا سبحانه وتعالى هيكتر الأرزاق، هيكتر رزقك. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. صلة الرحم صلة جميلة، نتوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو آمنوا أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء. سبحان الله. لو امنا كلنا لبعضينا وكلنا حطينا يقينا بالله سبحانه وتعالى، وانا ما بقتش اذي جاري ولا بقيت اذي اخويا ولا بقيت اذي اختي ولا بقيت كذا ولا كذا، هلاقي نفسي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رزق. ربنا بعت الرزق، فالارزاق دي بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ده كان أكله، ده كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم. وده ده الشعير يا جماعة كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الأنبياء كلهم. الأنبياء كلهم على فكرة كلوا الشعير والخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني ما في البيت قالوا الشعير، يعني خبز الشعير والخل، وكمان ما كانش بيشبع منه. والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشبع من خبز الشعير. وخبز الشعير ده سبحان الله يقول لك يابس جدا جدا في الأكل بتاعه، يعني ناشف في الأكل بتاعه، مش لين. فاحنا لا ما نطبقش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نوسع أرزاقنا بإن احنا نتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن احنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى. فاحنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى وندعي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 شهور
هلال وهلال وهلال، ما تقادش في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوته كلهم نار. فلما جه ابن اخت السيدة عائشة رضي الله عنها وجابت له التمر والمية، فقال لها يا خالة هو ده اكلكم؟ قالت له ايوه. قال لها عايشين على ده؟ قالت له 3 أهلة، هلال وهلال والهلال، ما تقادش في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، واحنا عايشين على الأسودين والمية، الماء والأسودين اللي هو التمر، وكمان ما كانوش بيشبعوا بيه، يعني ما كانوش بيشبعوا بيه. فده أكل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ده. سبحان الله، ده الشعير، الشعير اللي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هل احنا دلوقتي بناكل شعير؟ حد بيقدر ياكل شعير؟ بناكل شعير دلوقتي؟ بنروح نعمل نخبز، نطحن الشعير ونخبزه وناكله؟ لا، كل واحد سبحان الله. ولكن الحمد لله على نعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها، نعم والله لا تعد ولا تحصى. سبحان الله. فاحنا نشكر ربنا ونحمد ربنا على السراء وعلى الضراء، ونقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. إن حمدتم زدتم. نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، زي الطير كده ما توكل على الله سبحانه وتعالى وربنا بيرزقه. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. والصحة يا جماعة على فكرة رزق، والأولاد رزق، وسبحان الله، والمال رزق. يعني سبحان الله، دي كلها أرزاق ونعم من الله سبحانه وتعالى. تنزلوا كده في التعليقات تعطروها وتطهروها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. متنسوناش في اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزاكم تشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد منه. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا جدا جميعا يا رب. كل اللي نفسه حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحققها له يا رب، بركة هذه اليوم وهذه الأوقات. ندعي ربنا سبحانه وتعالى اللي نفسها تتجوز، اللي نفسه يتجوز، اللي نفسها سبحان الله ربنا يرزقها بالأولاد، اللي نفسه ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالرزق. أي حد نفسه في حاجة يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى والله موجود وقادر على كل شيء. وإن مع العسر يسر، وما نستعجلش ولا نقلق، وربنا سبحانه وتعالى والله قادر على كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.